في حوار ساخن ما بين كابتن ريشة الحكم السابق وكابتن جهاد جريشة. ريشة ما بين ريشة وجريشة، دوري 2009 وزق طلائع الجيش. محدش يقول لي كاسونجو لان فادي فريد عامل مشهد اوفر قوي، بطلوا اوفر. احنا بنتكلم على حاجه احنا شفناها بعينينا، الحكم كان هيصفر، حط الصفاره في بقه، دي ما فيهاش. الفيلم الهندي ده تمثيل. المهم يعني ان ريشه وجريشه ما بين ايد احمد سامي وزقت جريشه، علامات فارقه في تاريخ التحكيم المصري كلها. في الفجاجه في اتجاه واحد، في الفجاجه اتجاه واحد. الحاجات الخفيفه اللي عايزين نشبهها بالتوائل، الضرب غير السب غير القتل غير الذبح. عندكم كل حاجه زي ما اسمها اخطاء. لا، اخطاء كانت واضحه جدا لما حط الصفاره في بقه. ابو تريكه نفسه قال له لو سالني، وريشه ما صدق، وكله بيبقى عايز يجامل. ليه؟ الاهلي جامد، الاهلي ما بيتحلش، الاهلي ما بيطبقش عليه حاجه، فطبيعي اضعف حلقه التحكيم نشوف الفجاجه ديت. هو خايف يحكم حاجه، ما يبطل تاني يحكم حاجه ضد الاهلي. الموضوع مش موضوع كل الناس اهلاويه، لا، كل الحكام خايفين يقعدوا في بيتهم عشان اللي مسيطر على بيدير الكوره ويدير الجدول ضده من جوه النادي الاهلي. بسيطه.